يا عم فريرا، انت مش عجنت مره قبل كده؟ ماشي، وفي ماتش الاهلي برضه. ماشي، انه بادئ البنك الاهلي بس المره اللي فاتت كان الاهلي وعجنت، وبرضه يعني ايه خسرت برضه الكاس. طب ليه دلوقتي يا عم فريرا تعجن؟ وبعدين في الاخر خالص، في اخر الماتش خالص يا عم فريرا، لسه بقى عايز تعدل اللي انت عجنته وعايز تخبزه وتطلع العيش والناس تاكل. طب ليه يا عم فريرا؟ طب ما تلعب كده، تنزل دونجا، سيبك من السيسي وروقه والناس دي، ايه ارميها بره، سيبك منهم. عمر جابر ابن النادي، معلش يعني عمر، بس انت بره مع الرجاله اللي انا قلت عليها. ماشي، مين تاني؟ هو مفيش الا عواد يا جدعان، وزيزو طبعا، وامام عاشور شويه، يعني تحس ان هو بيظهر كده على فترات، بس كده. فيها ايه بقى وسامسون برضه يا عم فريرة، يعني انت سامسون ده يا عم فريرة، انت عايز تصطبح؟ انت عايز تصطبح بس عرفنا. انما شغل سامسون بقى وتنزل ويجري بتطلع سيف الجزيره عشان خاطر سامسون يا عم فريرة؟ ايه يا عم فريرة، ده مش اسلوب بصراحه. وانت لو عايز تنهي علاقتك بجماهير الزمالك وعايز تكرهنا فيك، مش هتعمل كده يا عم فريرة. واحد هيقول لي يعني ايه يا عم الحاج، ده ما معوش لعيبه وغصب عنه وكذا وكذا وكذا. طب ما هو صلح في الاخر يا جدعان، ادام معاك لعيبه وصلحت في الاخر، ابدا بقى بالتصليح اللي انت صلحته ده، انزل صح، نكسب جون اتنين بالسلامه. الحمد لله اخيرا يعني يا جماعه، الزمالك كسب بجون زرطه. هو مش جون زرطه عشان هو وحش، لا الجون حلو. واحده لزيزو، من زيزو لعم يوسف اسامه اللي طلع قلع التيشيرت وابوه شتم ومش عارف ايه اللي حصل. جون حلو بس، وفي توقيت طبعا ممتاز، بس ايه، بس ما عملناش اي حاجه طول الماتش، يعني الزمالك وفرة ما جوش. فانت عم فرة كده يعني ارجوك تصحصح معانا، وما تلعبش اللعيبه دي تاني خالص، بلاش عجن، وتلعب لنا كده زيزو وادم شيكابالا جاهز ما تلعبه، دونجا جاهز لعبه. يعني ليه انت عايز تألف كده؟ يعني بتقلد عم كولر ولا بتشوف بتقلد؟ انت بتقلد مين في العجن بتاعك؟ ما احنا مش عايزين نغلط فيك يا عم فرح، احنا بنحبك والله وكل حاجه، وعارفين ان انت معاك شويه لعيبه ايه، يعملوا لك شاي اخرهم، يعني نص الفريق اللي بيلعب ده يعملوا لك شاي. كريم بامبو انت محترم وكل حاجه يا عم، وعم اسحاق، وعم موسى ديawara مش قاعدين الارض، وعم محمود قعود وناصر منسي. ايه يا جدعان انتوا مالكم؟ جات لكم يعني الفوق دلوقتي خلاص، يعني لازم تتعادلوا يا تكسبوا الماتش ده؟ فانتوا تهدوا كده يا جدعان ماشي. وعايزينكم برضو ايه، عاش طبعا لكل رجاله البنك الاهلي، يعني ما نقدرش نقول حاجه، بس شوف ايه، شوف حلم طولان، شوف حلم طولان اول ما الجون بتاع الزمالك جه، لا حول ولا قوه الا بالله. يا بابا ده اتجوز ما ماتش، شفتوا؟ كان مصدوم خالص. فاحنا يا عم حلمي، لو طلعنا من الماتش كله ده بعجن فريرة وبكلمة لا حول ولا قوة الا ووشك المسكين الضعيف ده بالماتش كله، احنا كده مرضيين. انا واحد من جمهور الزمالك، انا مرضي يا عم حلمي طولان. ايه فرحان فيك كده ليه؟ لانك انت بتيجي للاهلي وتفتح رجليك، لا مؤاخذة انا في اللفظ يا عم حلمي، بس انت بتفتح رجليك بمعنى ان انت بتفتح الفرقة وبتاخد لك 4 5. جاي هنا بقى عماد من اللي فيها ايه، ما تفهمش انت عامل فيها مين، ما انا مش. فانت يا عم حلمي تهدى كده، وعايزينك زي ما عملت ماتش حلو كده وعملت لا حول ولا قوه الا بالله وعامل لي فيها شيخ، والسبحه تبقى في ايدك، عايزينك تعمل كده مع الاهلي. وهنقول لك برضه هارد لك وعاش وكل حاجه، فانت كده تظبط. وانا مش عارف مين محمد اشرف رؤى ده يا جدعان، يا عم فريرة هو محمد اشرف رؤى ده علي احنا علينا كمبيالات له؟ يعني معلش يعني، وطلع حمزه المسؤول اللي طيب. اظبط يا عم فريرة كده بالله عليك، تظبط. ماشي اظبط كده.